الدنيا غالية، الناس تعبانة وعمالة بتلالي. مفيش حاجة، قالوا شهر 2 و3 ده الأسعار هتنزل، مفيش حاجة نزلت. اتفاجئت امبارح بالسمك أبو 20 جنيه ب40 جنيه، ب40 جنيه. أروح أجيب فرخة بكام؟ ب60 جنيه. باخد كام؟ 60 جنيه عشان أجيب فرخة آكل وأنا تعبانة، عاملة عملية وتعبانة. أعمل إيه؟ بشوف الناس بزعل، بحزن. أعمل إيه؟ طب أروح فين؟ أشكي لمين؟ أشكي لمين؟ إيه اللي يشيل عنا اللي إحنا فيه ده؟ ربنا يشيل علينا ويهون. يا ريت يا ريت ربنا يوصلني ليه، ولا يوصل صوتي ليه ويسمعني. أنا ست بقعد على الرصيف 24 ساعة، بروح من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 10 بالليل. يا ريت يسمعني ويسمع الأجيال اللي زيي. ست مسنة، عندي 60 حاجة و60 سنة، بعاني من الغلا اللي أنا فيه. عايشة معيش الحمد لله رب العالمين. مش عارفة الدنيا غليت مرة واحدة ليه وفجأة كده، مش عارفة. هو الرئيس مش بيعمل العيش، مش بيغلي الخضار، مش بيغلي. هل التجار هم اللي بإيدهم ده؟ ما هو مش بيقول لهم قرصوا العيش صغير ويعملوا الخضار غلوه؟ مش معقولة يعني التجار اللي هم كبار دول يرحمونا شوية. دي غلي، مش عارفة الدولار ايه، كل حاجة الدولار. اشمعنى الدولار اللي مغلي الحاجة؟ مش عارفة. أول سنة من السنين بالغلا ده. مش كما يجب. مفيش كنترول. مفيش كنترول على أي حاجة. كل بياع بيبيع بالسعر اللي هو عايزه. لا، مفيش كنترول. ودي من الحاجات المؤسفة. البياع بيشوف كده براحته. بيقول لك اللي يشوف الدلع وما تدلعش ربنا يحاسبه، مش كده ولا ايه؟ فيعني حاجه ما تضرش ولا حاجه. زي ما انت شايف الحال ميت كله، الحال تعبان، حال تعبان خالص. ليه الحال تعبان؟ لان الناس تعبانه اصلا. يقول لك مفيش فلوس، مفيش المرتبات شويه، والمش عارف ايه الكلام اللي بيحصل ده. ولكن انا عايز اقول لك حاجه واحده، نصلح مع ربنا، ربنا يصلح الاحوال. الناس تعبانه اصلا، وكله بيقول لك معيش فلوس ومش عارف ايه والكلام اللي بيحصل ده. انا بقول لك الدنيا تعبانه قوي، مفيش سحب وغلا، الناس تعبانه ومفيش بيع وشراء، وربنا هو المعين. حاجات غاليه قوي، والناس زبون تعبان على قده. اللي بيجي يسأل على حاجه بياخد بعضه ويمشي. قليل اول لما حد بيشتري، وفي ناس بتشتري وناس ما بتشتريش. كل واحد حسب جوه وحسب طبعه. المبسوط بياخد، والفقير بيحرم نفسه النهارده وبكره. اقسم النهارده حاجه، بكره اقلل حاجه، ما اجيبش النهارده حاجه، وماشيه كده اهوت. وفي امل ان بكره يبقى كويس. كلنا عايشين على الامل ده، بكره يبقى كويس. الدول شويه تعبان، حاجات غاليه والناس مش عارفه تعمل ايه، والبياعين مش عارفين يروحوا يجيبوا ايه. يعني النهارده الفلفل بتوعه يجيبوا من السوق ب9 جنيه، ب10 جنيه من وراه. اول ما تيجي تحط واحد يقول لك اديني قرن، هتعمل معاه ايه؟ تقول له طبعا ما فيش. واللي يقول لك هتديني بجنيه، ويقول لك مش عارف يديني بايه. احنا غصب عننا والزبون غصب عنه. حاجه غاليه من مكاننا من هناك. البتنجان الرومي حضرتك وصل 8 جنيه. الفلفل الحامي والفلفل الرومي بيتباع ب 13 جنيه وب 12 جنيه. الزبون يقول لك لا اديني ربع، يقول لك اديني قرن. ياكل بيه يبلع بيه. الخيار وصل 8 جنيه. حاجه غصب عننا. ب6 جنيه من هناك من السوق، يصرف وراه جنيه يبقى 7 جنيه. عايز تاكل في لقمه عيش بتبيع بتاعهم ب 8 جنيه. يجي الزبون يقول لك اديني ربع، اديني نص. مع طول النهار مع كيلو شنط ب 30 جنيه، تلاقي ما فيش مكسب وفي خساره. كله مخنوق، ما فيش سحب. ما فيش الزبون لك هات وخد، ومفيش اللي بيع والشراء هات وخد. كله مخنوق وكله مديون. لو شفت كده رحت السوق اي حته في 6 اكتوبر هتلاقي المعلمين كلهم عليهم فلوس قد كده. ما فيش سحب. واحد مثلا بيكسب 50 جنيه بيطلع 100 جنيه، ولازم يقع. عمال وصناعيه واكل وشرب بيكسب 50 60 بيطلع 100 120، بياخد من بتاع الناس. ياخد من ده وياخد من ده بتاع بكره، ياخد من ده بتاع كله مقضيها كده اهوت، وكله مديون.
خرابها منه لله منه لله جوعنا خرابها ادي تجار سوق الجمله قاعدين اهم بيلعبوا كوره ونعم الوكيل مش في بيع ولا شراء. حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل امين يا رب العالمين. جوعنا بلسان الوطن. منه لله الظالم المعلمين قاعده مش لاقيه شغل اهي. طبعا علينا احنا جينا امبارح روحنا من غير ولا ساق عيالنا والنهارده جايين ومروحين من غير ولا ساق عيالنا. ناكل احنا من انت جيت تبوك ولا جيت حاجه نفس عرفت من ايه؟ الناس قاعده هنا حكايه الانسان قاعد اللي مطلقه والعبد سجدوا يعني احنا الجهدان من ايه؟ من غاله ومن كوله من ابو سيف ولا زاد علينا. ارحموا الناس يا اخي ارحموا الناس. كان عندها طفل شاف الطفل خطاه شاف الطفل جيب ياسر الله ياسر وانت فوقهم بقى من دي كله على سنه غرفه على الثلاث بتاعنا بقى من دي كله على زمان 5 سنين يطلعني ويلعب النهارده تجيب لها 500 مليون النهارده 600 مليون. خرابها منه لله منه لله جوعنا خرابها احنا انتخبناك ووصلناك لكرسي الرئاسة والاسعار كلها وغلاء فاحش. اللي نازله ب 100 جنيه مش مكفيه بيتها وهو جوزها اصلا شغال ب 700 جنيه. هي هتجيب ايه؟ هتجيب كيلو بطاطس ولا كيلو خيار ولا كيلو كوسه ولا ايه؟ الليمون نفسه وصل 30 جنيه. هو ايه يا بلد في ايه؟ احنا انتخبناك عشان الحاجات ترخص مش الحاجات تغلى. الراجل لا ما بكذبش والله. طبق الفول وصل 7 جنيه يا سيادة الريس. أكلة الغلابة وصلت 7 جنيه. يعني من الساعة 6 قاعد على فرش عامل 14 جنيه والجنيه بينطح جنيه. يرضي ربنا ولا يرضي مين؟ احنا عايزين الأسعار تنزل. عمالين يطولوا الأسعار هتنزل والدولار. احنا مالنا ومال الدولار؟ احنا آخرنا نشتري الخيار. دولار ايه يا سيادة الريس؟ احنا شعب فقير. يعني معايا ناس هنا يحلفوا بالله ما شافوا الدولار مدى حياتهم. احنا مالنا ومال الدولار؟ احنا الجنيه اهو. احنا اخرنا الجنيه دي اللي شفناه. ولا شفنا دولار ولا شفنا اي حاجه. يقول لك الدولار ب20 جنيه. هو احنا مالنا ومال الدولار؟ طالب من الحكومه بقى انها تخفض الاسعار عن الناس كلها عشان الناس كلها بقت فعلا مضجه من الاسعار الغاليه دي وبتشغيل الشباب اللي مش لاقي حاجه يشتغلها العاطل ده دلوقتي. والحكومه تشتغل. الحكومه الجديده دي عايزينها تشتغل تنزل الناس الشارع تشوف مطالبها ايه ومصالحها ايه. والاسعار الغاليه النار احنا في قلب السوق اهو اسعار نار مولعه نار. فين الرقابه الاداريه بتنزل تشوف السوق ليه وتشوف الناس اللي بتساوي بتبيع وتشتري دي. هو دي كل طلباتنا تشغيل الشباب وتوظيف الشباب. الطماطم والبطاطس كل حاجه غاليه والزيت ب 17 جنيه. احنا عايزين حد يرحمنا من الغلا اللي احنا فيه ده. ارجوكم تجيبوا حد يرحمنا من الغلا اللي احنا فيه ده. بطالب ايه من عبد الفتاح السيسي؟ بطالب ايه؟ بطالب كل واحد مختص يا ريت ينزل ويعمل رقابه على كل سوق علشان خاطر الغلا اللي احنا فيه. احنا خلاص ادي المدام اللي تتكلم. ادي المدام اللي تتكلم. عايزين عيالنا تشتغل واحنا نلاقي لقمه يا ابني عيش ناكل بالحلال بدل ما عيالنا تسرق ونتشرد. احنا عاوزين الجنان اللي بنجيبه ده اهو ناكل بالحلال واحنا عاوزين نمشي زي الناس. لقمه العيش صعبه يا ابني. كل حاجه غاليه كل حاجه طايره. احنا هنلحق على ولا ايه؟ كيلو الفراخ يا ابني ب 30 جنيه. هنروح فين ونيجي منين؟ اللحمه 120. انا عارفين ناكل عيالنا ينفع؟